قبل ما الأسبوع الجديد ما يبدأ خلّيني أقول لك إن الدهب حاليًا داخل واحدة من أكتر المناطق حساسية من فترة طويلة. الحركة اللي فاتت كشفت نوايا السوق والسيولة اتجمعت في مناطق محددة، ولو السيناريو اللي أنت شايفه دلوقتي ده اكتمل ممكن نشوف تغيرات قوية خلال الأسبوع القادم بإذن الله. في الفيديو ده هافصّل لك أهم مستويات الدهب، وفين المشترين وفين البائعين، وفين أقرب سيناريو ممكن نشتغل عليه. تابع معايا بعد الintro. بُص يا صديقي، قبل ما أشرح لك اللي حصل في المنطقة دي خلّيني أطلع على الفريم اليومي، نحدد مع بعض آخر قمة ووقوع حقيقيين حصلوا في السوق. و وزي ما واضح قدّامك هنا دي آخر قمة حقيقية اتكوّنت، بما إن ده آخر قاع حقيقي اتكوّن. ليه القمة دي تحديدًا مش أي قمة من اللي فوق ده كلّه؟ لإن دي القمة الوحيدة اللي أخدت liquidity أو الinducement، وإحنا متفقين في الSMC ما بنعتبرش القيعان حقيقية في الاتجاه الصاعد إلا لمّا يحصل معايا liquidity أو inducement. تمام؟ هتيجي معايا هتقول لي ما دي ممكن تبقى inducement وهو سحب للinducement والسعر صعد من المناطق دي. دي ما تُحتسبش inducement بسبب إنها ما كسرتش الstructure ده. تمام. الinducement اللي حصل معايا أو الliquidity اللي حصلت معايا خلال المنطقة دي بعد كسر الstructure هي أدنى pullback. تمام. ما حصلش أي رجوع لأخذ السيولة وإن الدهب يطلع يكمل. بالتالي المناطق دي كلها معرضة لأنها تكون inducement أو liquidity. تمام. وما حصلش سحب ليها. هنيجي هنا ده آخر inducement حصل معايا، والسعر فعلًا صعد منه من الorder block ده، حصل معايا في المناطق دي. كمان ما لحق لأ، فعل order والله. تعالَ ننزل مع بعض على الframe أقل وأشرح لك إيه اللي حصل في المنطقة دي. زي ما كنا موضحين على الفريم اليومي إن أقرب inducement أو أقرب مكان للسيولة هو المكان ده. بالتالي السعر كنا متوقعين منه إنه يصعد من خلال البلوك الواضح قدامك، وفعلا السعر بمجرد ما فعل البلوك عمل قمة داخلية أعلى. تمام. طيب إيه اللي خلى السعر يرتد الارتدادة دي؟ هنا عندي mitigation block قوي ارتد منه السعر. تمام. طيب تعالَ نشوف الصعود ده إيه اللي حصل فيه. تعالَ مع بعض كده. هنا السعر بدأ يعمل لي قمة. تمام. وده الinducement بتاع القمة دي. السعر صعد واخترق الstructure، بس عمل له sweep ما قدرش يقفل فوقيه، فبالتالي بقى ده أقرب inducement ليّا. تمام. السعر صعد وما رجعش فعّل الinducement ورجع من المناطق دي عمل لي liquidity تانية أو inducement. تمام. بمجرد ما السعر فعّل mitigation block كده لقينا السعر انهار، أخد الliquidity اللي هنا وفعّل الorder block، والحمد لله قدرنا نستفيد من الصفقة دي وندخل صفقة buy، وأهدافها كان البورس ده أو الstructure ده. تمام. بس في الغالب إحنا خرجنا من الmitigation block ده بسبب إن الحركة دي كانت عنيفة شوية.
تمام. أنا فسرت لك اللي حصل في الصعود ده والهبوط ده. تمام، تعال نشرح إيه اللي حصل الأسبوع، آخر أسبوعين تقريبا في المناطق دي. إن الصفقة دي دخلناها من الأسبوع اللي قبل اللي عدى. السعر هنا فعل الأوردر بلوك زي ما قلت لك، ورجع صعد من المناطق دي، وكان عامل لي هنا شمعة اي اف سي. تمام، كانت ممكن تديني دخول تاني من المناطق دي. فعلا السعر من البلوك ده قدر يصعد، وأخدنا أرباحنا في المناطق دي عشان قلنا ممكن يرتد من الميتيجيشن بلوك ده، وده ما حصلش. وفعلا السعر قدر يخترق الميتيجيشن بلوك ووصل للمناطق دي، فعل البلوك ده. تمام، زي ما قلت لك احنا طول ما السعر ما قدرش ياخد الليكويديتي دي، فاحنا هنستمر في الاستراكشر الصاعد، او صفقاتنا او اغلب صفقاتنا البعيدة هتكون باي. تمام. طيب، البلوك ده جات منه حركة قوية، فاكيد، او بلاش اكيد، في الغالب هيحصل منه ارتدادة قوية شوية. فتعال نوضح هنا، ده دي آخر قمة أو قاع حقيقي، ودي آخر قمة حقيقية. لو رجعنا على الفريم الساعة هنلاحظ ده بوضوح. دي أعلى قمة حصلت للسوق، ده الانديوسمنت. السعر فعلا صعد ورجع أخد الانديوسمنت، بقت عندي قاع بمجرد ما حصل الاستراكشر في المنطقة دي. تمام، أنا عندي اتنين سيناريو. تمام، السعر هيرتد من الميتيجيشن بلوك ده، من الاوردر بلوك ده، يسحب يفعل الميتيجيشن بلوك ده ويكمل صعود ويعمل استراكشر جديد. وكمان ممكن نشوفه عمل استراكشر للقمة اللي على الفريم اليوم. بس السيناريو الأقرب واللي أنا برجحه، أنا عندي هنا مناطق liquidity، دي كلها مناطق تجميع سيولة. صعب السعر يطلع قبل ما يسحب السيولة دي، إنه عشان يكسر الستراكشر ده لازم له سيولة أكتر، بسبب الهبوط اللي حصل هنا. كمان عشان يقدر يخترق البورس ده بسهولة. فبما إن في liquidity هنا، فأنا اوريدي مش هعلق أي سيل ليميت. زي ما قلت لك، دي مكان الماركت ستراكشر شيفت للقمم والقيعان الداخلية، وأنا على منطقة اهتمام أو اوردر بلوك على الفريم الأساسي، أو اللي بنشتغل عليه لو أنا هدخل صفقات سكالبينج على فريم الساعة. فأنا بالتالي هنزل على فريم 5 دقايق وأشوف أقرب قمة حقيقية، أو كمان ممكن أنزل على فريم الدقيقة وأشوف إمتى ممكن يحصل الشينج اوف كاركتر. تمام، دي عندي أقرب قمة أو أقرب قاع حقيقي، ودي أقرب قمة حقيقية. تمام، امتى ادخل صفقات سيل على الذهب؟ لو لاحظت على فريم الدقيقة عمل لي ماركت ستراكشر شيفت من المناطق دي. بمجرد ما هيعمل ماركت ستراكشر
shift. ممكن أنتظر التصحيح وأفعّل من الmitigation block ده أو الorder نفسه، والstop بتاعي هيبقى أعلى المنطقة دي. تمام، أو أستنى الأول تأكيد إن السعر فعلًا يقدر يعمل change of character بعد الmarket. هانتظر السعر يصعد، بالتالي الsell هتكون هنا، الbuy الstop هيكون برضه أعلى القمة الأساسية اللي كوّنها على فريم الدقيقة. أهدافي إمتى أهدافي هتكون فين بقى؟ أنا عشان أكون واضح معاك، ممكن آخُد الrisk وأبيع من الmarket structure shift. تمام؟ هدف أول ليّا هيكون الmitigation block اللي ظاهر قدّامك ده. دي كلّها أهداف متوقعة السعر يوصل لها. تمام؟ ممكن آخُد أرباح، جزء من الأرباح في الmitigation block ده، بس زي ما قُلت لك عندي liquidity، أنا ممكن هنا أتابع السعر. لو حصل عندي change of character من المناطق دي، هاقفل صفقات الsell وأبدأ أفكّر في صفقات الbuy، والسعر هيكون أهدافه هو الboss ده، اختراق للboss ده. تمام؟ لو لاحظت أي structure على frame أقل صاعد، أو كسر الstructure الهابط اللي هيحصل خلال الموجة دي. تمام؟ طيب، ما لقيتش أي structure أو أي change of character حصل معايا، بالتالي أنا عندي هنا منطقة mitigation block برضه، مش rejection معلش، وهنا عندي flip zone. تمام، اللي هي المنطقة اللي صعد منها السعر وعمل بص. تمام، فبالتالي ممكن آخد أرباحي هنا وأنتظر تكوين structure صاعد، وأبدأ أشتري بمجرد ما هيحصل معايا كسر الهيكل على فريم أقل، الأهداف أقل. أقرب هدف طبعا هيكون معايا هو البوس. تمام، الستوب بتاعي هيكون تحت الميتيجيشن بلوك. ما لقيتش أي structure صاعد، هاشتري على طول من غير ما أفكر من مناطق الفليب زون. ودي أو ده السيناريو الأقرب اللي أنا شايفه نتيجة للحركة اللي حصلت هنا. تمام، بمجرد ما السعر هيوصل للفليب زون، هاسيب بس كام نقطة كده، عشان لو السعر فكر يسحب سيولة الفليب زون ويكمل صعود أو يعمل له sweep. تمام، أنا بمجرد ما الفليب زون هيتفعل معايا، هابدأ آخد صفقات شراء. أول هدف زي ما قُلت لك هيكون عندي في البُص، ممكن أسيب الهدف مفتوح. تمام،
أو أقفلها عند الorder block ده، أنتظر عنده السعر، لو السعر عمل لي على فريمات أصغر change of character، أبدأ أبيع معاه قبل ما يحصل الصعود النهائي. يبقى بشكل مختصر معايا كده إيه السيناريوهات المتوقعة للدهب لو لاحظت عندي على فريمات أصغر أي تغيير للهيكل. السعر هانتظره هنا، آآ أقفل جزء من أرباحي، ده هدف أول، هادخل صفقة sell، دي هتبقى أول هدف، ده الهدف التاني، ده الهدف التالت، وهيكون عنده صفقة شراء، تمام، عشان أطلع أكسر البوس ده. حصل أي change of character خلال الpoint of interest دي أو الmitigation block ده، أنا هاشتري من المناطق دي. أتمنى تكون الفكرة وضحت لك وفهمت إزاي هتقدر تتعامل مع الدهب الأسبوع الجاي. لو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك.